الغرفة إلى ذلك، كما أنجزنا إعلانات على العام للفلاحة 2024. لأنه هذا الإحساس السيد الوالي طاف 23 عنده جوستاينر. السيد الوالي أول شيء هو يتواصل مع الفلاح، يخليه في أريحية. إشارة انطلاق الإحصاء العام للفلاحة اللي انطلق اليوم 19 ماي ويدوم لمدة شهرين حتى 17 جويلية من العام الجاري. هذا الإحصاء اللي يكتسي أهمية كبيرة على المستوى الوطني، اللي يمكننا فيما بعد من تحديد يعني السياسات العامة، ترسيم السياسات العامة وكذا الخطط الاستشرافية ومعرفة قدرات القطاع. هذه العملية على مستوى ولاية الطرف تم تسخيرها كل الإمكانات يعني المادية والبشرية، حيث تم تقسيم الولاية إلى 295 مقاطعة، بالإضافة إلى تسخير 116 معاون إحصاء، بالإضافة أيضا إلى تسخير 23 مراقب ومشرفين. هذه العملية يعني ستجوب كل المستثمرات الفلاحية المتواجدة على مستوى ولاية الطرف، اللي تقدر ب 18453 مستثمرة في ولاية الطرف. يعني قلت أنه وفرنا كل الإمكانات، بالإضافة إلى تسخير 78 مركبة. واليوم كما شفتوا الانطلاقة كانت من هنا من بلدية بن مهيدي، يعني تبدأ العمل تاعهم، ويعني كانت مرافقة يعني مرافقة دائمة من قبل مصالح الفلاحة، بالإضافة إلى السلطات الولائية. وكانت قبل ما تبدأ عملية الإحصاء قمنا بعملية تحسيسية عبر وسائط يعني التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عبر الأثير إذاعة الطرف. يعني استعملنا كل الوسائل، بالإضافة إلى أعمال يعني قمنا بهم لترويض البروكسيميتي على مستوى الفلاحين، وين فهمناهم أهمية هذا الإحصاء، لأنه المعلومة الدقيقة تمكننا من وضع يعني السياسات العامة للدولة، بالإضافة إلى أنه نعرف قدرات القطاع، بالإضافة إلى ذلك والأهم من ذلك أنه يكون عندنا سياسات استشرافية وخطط استشرافية لتنمية هذا القطاع الهام والهام جدا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بصفة عامة، وبالإضافة يعني أهمية قصوى فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني بصفة عامة. اليوم احنا متواجدين في دار الفلاحة التابعة للأخ الثمنية خير الدين، المتواجدة في بلدية بن مهيدي، للانطلاق الرسمي لعملية الإحصاء العام للفلاحة 2024 تحت شعار معلومة دقيقة تنمية مستدامة، الذي سيدوم على مدار شهرين. للعلم برك هذه العملية هي العملية الثالثة من نوعها بعد سنتي 1978 و2001. رئيس الجمهورية أولى أهمية بالغة لعملية الإحصاء العام للفلاحة، باعتباره أداة مهمة وآلية أساسية لبناء قاعدة بيانية دقيقة وصحيحة تسمح بمعرفة قدرات القطاع، احتياجاته، وكذلك وضع خطة استشرافية للقطاع تلبي حاجيات الفلاحين وكذلك تطلعاته. لإنجاح هذه العملية قامت مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع شركائها الفعالين في الميدان بوضع خطة عملياتية لإنجاح هذه العملية، تتمثل في أول شيء تقسيم الولاية إلى مقاطعات من 295 مقاطعة، تحويل هذه المقاطعات إلى مسارات أي لي زون دانترفونسيون، والمقدر عددها 116 مسار، وكذلك تجسيدها على الخرائط، وكذلك تعيين مشرفين على مستوى الولاية لكل مشرف 12 بلدية يتكفل بها ويقوم بخرجات ميدانية لها لمتابعة سيرورة عملية الإحصاء عن كثب. كذلك تم تعيين 23 مراقب لمراقبة كيفية ملء الاستمارات وصدق المعلومات المملوءة وذلك المصادقة عليها، كما تعيين كذلك 116 عون إحصاء.